احذر 5 أطعمة بتأثر على الذاكرة والتركيز والذكاء. الجبنة المطبوخة أو المصنعة، ودي بتكون فيها نسبة عالية من الدهون المشبعة المضرة بالمخ والجسم، زي الجبنة الموتزاريلا والجبنة الأمريكية والجبنة الشيدر، فيأثر سلبي على تقوية الذاكرة والتركيز والذكاء. وانصحكم بأكل الجبنة القريش بكمية مناسبة مع طبق السلطة، عشان الجبنة القريش فيها نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور والبروتين، فتبقى الجبنة القريش مفيدة للجسم ومفيدة للمخ، وبكده تبقى الجبنة القريش بتساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء للتفوق بالدراسة بإذن الله. الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة بتأثر على تقوية الذاكرة والتركيز والذكاء، عشان الوجبات الجاهزة بيكون فيها كميات كبيرة من الدهون المشبعة الغير صحية، وفيها كمان مواد كيميائية زي المواد الحافظة ومواد تانية بتدي لون وريحة. وبتكون الوجبات دي موجودة في البطاطس المقلية واللحمة والحلويات، فيأثر على أداء المخ ويقلل تقوية الذاكرة والتركيز والذكاء، وبيسبب تلف في الأوعية الدموية اللي بتمد الدماغ بالدم. وانصحكم بتقليل أكل الوجبات الجاهزة والاهتمام بالأكل الصحي الفريش والسلطة، عشان نساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء للتفوق بالدراسة بإذن الله. الملح بيأثر سلبي على تقوية الذاكرة والتركيز والذكاء، عشان استهلاك كميات كبيرة من الملح بيقلل سرعة حركة الدم للمخ. وانصحكم بتقليل الملح في الأكل والسلطة، عشان نساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء للتفوق بالدراسة. السكر بيأثر على الوظائف المعرفية للدماغ، وبيأثر على طريقة تحليل وتقييم المعلومات والمهارات المعرفية والذاكرة اللفظية، فيأثر سلبي على تقوية الذاكرة والتركيز والذكاء. والسكر بيكون موجود في الآيس كريم والحلويات والكاتشب. وانصحكم بتبديل السكر بالعسل الأبيض أو العسل الأسمر، عشان نساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء للتفوق بالدراسة. المشروبات السكرية بتبقى موجودة في مشروبات الطاقة والصودا والعصاير، ودي بتضعف الذاكرة، عشان المشروبات السكرية بتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، فتأثر سلبي على تقوية الذاكرة والتركيز والذكاء. وانصحكم بشرب عصاير فريش أو أعشاب مفيدة لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء للتفوق بالدراسة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض الأطعمة اللي بتأثر سلبي على تقوية الذاكرة والتركيز والذكاء، وعرفنا كمان الأطعمة البديلة اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز والذكاء للتفوق بالدراسة بإذن الله.